بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد تعادل النادي الاهلي مع نادي الزمالك وفرحة جماهير الزمالك، نادي الزمالك عنده مباراة قوية جدا، مباراة صعبة، وبرضه تعتبر مباراة مع النادي الاهلي رقم 2 مع فريق زد، فريق المهندس نجيب ساويرس. المباراة مش هتكون سهلة، والفرق اللي هو الإدارة بتاعتها منتمية للنادي الاهلي والمدربين واللعيبة بتاعتها منتمية للاهلي، بتيجي قصاد الزمالك وتلعب يعني بقمة الروح وقمة الأداء. المباراة مش هتكون سهلة على الزمالك، ولازم نادي الزمالك يحافظ على فرق النقط اللي ما بينه وما بين الأهلي وبيراميدز تحسبا، لأن ممكن بيراميدز أو الأهلي يخسروا النقط ويقعوا، أو حتى لما الزمالك يقابلهم ويكسبهم يبقى نادي الزمالك يقدر يوصل للمركز الثاني على الأقل ويشارك في دوري الأبطال الأفريقيا، أو يفوز ببطولة الدوري ومش بعيدة، ويتوقعوا أي حاجة في الدوري المصري بسبب ان بقى فيه منافسه قويه. صحيح ان الاهلي وبيراميدز عندهم سكواد قوي، ولكن كلنا شفنا امبارح الاهلي قصاد حرس الحدود وهدف اشرف بن شرقي في الدقيقه 93. لو كان ماتش الاهلي خلص تعادل كان الفرق بقى 3 نقط، فلازم ما نضيعش الفرصه من ايدينا ونفضل دايما محافظين على فرق النقط. في سؤال بساله لكل الاهلاويه والزملكاويه اللي معانا في القناه، وبتمنى ان انتم تجاوبوني عليه في التعليقات. ليه مدربين الزمالك كلهم سواء جروس او بسيريو او جوميز كانوا بيلعبوا سيف الدين الجزيري اساسي دايما على ناصر منسي، بالرغم من ان ناصر منسي هداف الفريق، وبالرغم من ان ناصر منسي مؤثر في الماتشات الكبيره اكتر من الجزيري؟ شفناه في السوبر الافريقي قصاد الاهلي، وشفناه كمان في ماتش الاهلي اللي في الدوري اللي انتهى بالتعادل 1-1، هو اللي دخل وقاوح في الكوره وادى الكوره لعمر جابر، وعمر جابر صنع منها الهدف. فده سؤال انا بطرحه عليكم، ويا ريت تجاوبونا عليه في التعليقات وقولوا لنا رايكم مين اللي هيكسب المباراه النهارده، نادي الزمالك ولا نادي زد اف سي؟ التشكيل المتوقع ان شاء الله لنادي الزمالك: محمد عواد في حراسه المرمى، هيلعب بثلاث مدافعين: حسام عبد المجيد الونش ومصدق صلاح مصدق، عمر جابر ومحمود بن تايك. في خط الوسط محمد شحاته ودونجا، واحتمال يلعب بمحمد السيد. في الهجوم سيف الدين الجزيري واحمد السيد زيزو. زي جوميز بدأ يطبق طريقه 3-5-2، واللي بتدي نادي الزمالك حلول كتير جدا، حلول دفاعيه، ان عنده في اي فريق يحاول يخترق دفاع نادي الزمالك دلوقتي صعب، لان نادي الزمالك عنده 8 مدافعين بصوره اساسيه في خط الدفاع وفي خط الوسط، مالي نص الملعب مخليك صعب ان انت تخترق. وشفنا الكلام ده في ماتش الاهلي، وحتى شفناه في ماتش بتروجيت قبل ماتش الاهلي، ومتاكد ان شاء الله ان احنا هنشوفه النهارده في ماتش الزمالك وماتش زد اف سي. كمان اداله افضليه هجوميه ان انت عندك الوينجين بتوعك ما شاء الله بيعرفوا يهاجموا، سواء عمر جابر او بن تايك او حتى فتوح، يعني حتى لو فتوح موجود تقدر تستفاد من فتوح هجومي. اكتبوا لنا رايكم في التعليقات مين اللي هيكسب المباراه النهارده. ان شاء الله هتكون الساعه 7 مساء يوم الخميس، مباراه الزمالك ونادي زد اف سي. نتمنى لكم مشاهده ممتعه، واكتبوا لنا في الكومنتات رايكم مين اللي هيكسب المباراه، نادي الزمالك ولا زد، ولا هتنتهي بتعادل الفريقين. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي.